لما ابتدينا الشغلانه دي 2001 ما كانش في حاجه اسمها بروكر. سمعه البروكر دلوقتي بقت عامله ازاي؟ ان ياما في ناس بتطلع كده وبتنزل كده، فتاكد ان انا بضر بسمعتي. كاتب على الكارت بتاع السيلز بتاعه بروبرتي كونسلتنت. محايد ازاي؟ انت عارف ان دي كلبوش سجن. انا اول مره في المعلومه دي. لكن مفيش حاجه اسمها ديفلوبر بره عنده سيلز. يا جماعه ده اختراع مصري، احنا كده ولفناه بينا وبين بعضينا. للاسف احنا بوظنا جيل كامل من المسوقين العقاريين، والناس دي ما بتشتغلش بمرتب، زيرو سالري. جه ميعاد السؤال الثعباني. ده انا بقيت اتكسف يا راجل اقول ان انا بشتغل في ريل استيت، هتوحشنا يا بناني. انا بقول بقى كل حاجه بصراحه. احنا النهارده داخلين على مليون مسوق. طب وبعدين اشخاص كتيره جدا وشركات كتيره جدا عماله بتعمل ممارسات خاطئه جدا جدا جدا، ولا في حد بيعاقبهم. لو فضلنا مكملين بنفس الطريقه اللي احنا ماشيين عليها، السعي ربنا قفل الباب خلاص. هو ربنا قال لك السعي يعني الصبح بدري. هتيجي بقى الساعه 1 الظهر 2 الظهر تقول لي اسعى، تسعى مين؟ ايه اللي هيحصل في المستقبل؟ شركه التسويق في الامارات او في اي حته في الريره هي ليها ريتنج، والريتنج ده مش بالعدد ولا بالفوليوم. الريتنج ده عباره عن ويت لان انت شغلك والشكاوي اللي جايه من الشركه عندك قد ايه. الوصفه السحريه للبروكرج الناجحه.